السلام عليكم، عاملين ايه؟ الريفيو النهارده هيكون عن كريم ايفن اوت من اوريفلام لعلاج الهالات السوداء تحت العين. كريم ايفن اوت بداية كده هو سعره كان ب130 او 160 على ما أظن. ده بيتكون من يونيتون، فيتامين سي زي ما واضح في الكاميرا، وسلسليك اسيد، يعني منتجات كلها بتعمل على تفتيح وتبييض البشرة بشكل عام، خاصة فيتامين سي اللي هو معروف بدوره وغناه مضادات الأكسدة اللي بتفتح البشرة. طيب، الكريم ده شكله من جوه. ده شكل الكريم من جوه اهو. ده شكل الكريم من جوه عامل كده، وده شكله من جوه. آه الكريم ده بقى تجربتي معاه كانت ايه؟ تجربتي مع كريم ايفن اوت من اوريفلام ان الكريم ده يا جماعة يعتبر بس مجرد ترطيب لمنطقة تحت العين، يعني ما بيتعداش الفكرة دي. يعني الكريم ده انا ما لقيتش معاه خالص اي تفتيح للهالات السوداء، يعني وليكن تأثير بسيط جدا جدا، بس الاكتر ان هو الترطيب تحت العين. عن طريق انتي بتاخدي طبعا استخدام، بتاخدي حتة صغيرة جدا منه وبتطبطبي بيها على عظمة الخد مش تحت العين، لان دي حاجة غلط جدا جدا. ما تحطيش تحت العين على طول، لا، عظمة الخد، لان دي اللي بتمتص اي برودكت بتحطيه على البشرة، خاصة منطقة تحت العين عشان هي رقيقة جدا. تعمليه بشكل بسيط اوي. دي تحطيه طبعا، انا حطيته، كنت بحطه مرتين، مرة الصبح ومرة قبل النوم. واستعملته مثلا لفترة شهر، شهر واكتر من كده. ما لقيتش الصراحة اي تأثير، يعني يكاد يكون التأثير بسيط. فانا بالنسبة لي الكريم ده فقط ترطيب منطقة تحت العين، بس عشان ما يزودش تجاعيد مش اكتر، لكن تفتيح حالات سوداء لا. وعشان كده بقول ان انا يا ريتني فعلا ما كنت جبته، لان الصراحة مش مفادنيش في حاجة. يعني انا عندي الهالات السوداء اهم من ترطيب تحت العين. وبكده اكون خلصت الريفيو وقلت لكم كل المعلومات اللي انتم محتاجينها عن كريم ايفن اوت من اوريفلام. يا رب اكون افدتكم. لو اول مرة تشوفوا القناة، لايك وشير للفيديو واشتراك، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.